سحب البساط من موبينيل واخترع كروت الفكة اللي مدلعة المصريين، وبسبب اختراعاته فودافون بتقول له يا عمنا وبقت الأقوى في مصر. يا ترى مين هو مصطفى البلتاجي وازاي جات له فكرة كروت الفكة؟ ويا ترى ايه علاقته بنجيب ساويرس وحفيد عثمان أحمد عثمان؟ كل ده وأكتر هتعرفوا في الفيديو ده، خليكم معايا. كلنا بنستخدم كروت الفكة وبنشحن بيها رصيدنا، بس يا ترى عمرك سألت نفسك مرة مين صاحب الفكرة دي؟ ومين الشخص اللي غير شكل سوق الاتصالات في مصر بسبب فكرة بسيطة جدا؟ الحكاية بطلها شاب مصري اسمه مصطفى البلتاجي، واحد من أهم رجال الأعمال في مصر، بس قبل ما يبقى رجل أعمال كان مجرد موظف عادي جدا في شركة فودافون. في الوقت ده سوق الاتصالات في مصر كان مختلف تماما، كانت المنافسة قوية جدا بين الشركات وكل شركة بتحاول تكسب أكبر عدد ممكن من المشتركين. وعلى حسب تصريحاته في بودكاست المال الحلال، مصطفى البلتاجي كان مطلوب منه مهمة واحدة، يخلي فودافون تبقى رقم واحد في مصر من حيث عدد المستخدمين. مهمة مش سهلة خالص، خصوصا ان وقتها شركة موبينيل كانت منافس قوي جدا في السوق. ولكن البلتاجي كان شايف ان الحل مش لازم يكون معقد، بالعكس ساعات فكرة بسيطة بتغير كل حاجة. وفي يوم كان قاعد مع واحد من الموظفين اللي شغالين معاه، وكان بيتكلم عن حاجة بسيطة جدا، حاجة موجودة في حياة كل المصريين تقريبا، وهي الفكة. قالها ببساطة المصريين دايما معاهم فكة، ليه ما نستفدش من الموضوع ده؟ الفكرة في الأول شكلها كان غريب شوية، والمسؤولين الكبار في الشركة ما تحمسوش ليها وقالوا بلاش ندخل نفسنا في الحتة دي. ولكن مصطفى البلتاجي ما قدرش ينسى الفكرة دي، وفضلت الفكرة متعلقة في دماغه فترة طويلة، وابتدى يشتغل عليها مع فريقه ويشوف ازاي ممكن تتحول لمنتج حقيقي. وكان مقتنع جدا ان الفكرة هتنجح، لانه ببساطة هو فاهم طبيعة الشعب المصري. اغلب الناس في مصر بتشتغل باليومية، ممكن النهارده يبقى معاه 20 جنيه يقدر يشحن بيهم، ولكن بعد يومين مش ضامن يبقى معاه 50 جنيه علشان يعمل باقة كبيرة. ومن هنا جت الفكرة العبقرية، كروت الفكة. كروت صغيرة بمبالغ بسيطة بتديك دقايق او استخدام محدود، ولكن تناسب ظروف الناس. البداية كانت تجربة بسيطة جدا، قرروا يجربوا الفكرة في مدينة المنصورة، وكان الهدف من التجربة انهم يشوفوا هل الفكرة هتنجح ولا لا. بس اللي حصل بعد كده كان مفاجأة كبيرة، الناس حبت الفكرة جدا والكروت انتشرت بسرعة رهيبة، وبعد فترة قصيرة بقت موجودة في كل مصر. الفكرة دي ساعدت فودافون تنتشر اكتر واكتر، وساعدتها تسحب البساط من المنافسين. ومع نجاحه الكبير بدأ اسم مصطفى البلتاجي يكبر جوه الشركة، وبقى واحد من أهم العقول اللي ساهمت في انتشار فودافون. بعد كده مصطفى سافر يشتغل مع فودافون في دول تانية زي جنوب أفريقيا ولندن ورومانيا. وعلى الرغم من النجاح الكبير بره مصر، مصطفى قرر ياخد قرار غريب شوية، قرر يسيب كل ده ويرجع على مصر. مصطفى عنده حلم جديد. في الوقت اللي قرر ينزل فيه مصر كان فتح مع قرايبه شركة صغيرة للتسويق العقاري، والشركة دي غيرت مسار حياته تماما. ومن خلال الشغل ده بدأ يتعرف على رجال أعمال كبار، ومن هنا بدأ علاقته بعيلة ساويرس، ونجيب ساويرس عرض عليه فكرة الشراكة. وكمان حفيد رجل الأعمال الشهير عثمان أحمد عثمان كان زميله في المدرسة ودخل معاهم في المشروع، وهنا بدأت فكرة شركة ناوي. بس يا ترى ليه مصطفى اختار يعمل شركة عقارات؟ القصة بدأت لما كان مصطفى البلتاجي شغال بره مصر، ولما بقى معاه شوية فلوس حب يشتري بيت في مصر علشان يبقى استثمار للمستقبل. ومن هنا جات له الفكرة، وقال ليه ما يبقاش في شركة تجمع كل المعلومات دي وتساعد الناس تختار أحسن عقار يناسب فلوسهم. ومن هنا اتولدت شركة ناوي. الشركة فكرتها بسيطة، بتجمع كل المعلومات عن المشاريع العقارية وتعرضها للعميل علشان يقدر يختار بسهولة، والشركة بتاخد عمولة مقابل الخدمة دي. ومع الوقت الشركة كبرت جدا، ودلوقتي بقى عندهم موقع وتطبيق بيعرض مشاريع عقارية كتيرة جدا. ومش بس كده، ده كمان عملوا تكنولوجيا تخلي العميل يشوف الفيلا أو الشقة اللي هيشتريها وكأنها قدامه بالظبط، حتى لو هو بره مصر. الفكرة دي ساعدت ناس كتير من المصريين اللي عايشين بره يشتروا عقارات من غير ما يسافروا. ودلوقتي مصطفى البلتاجي بيقدم نفسه كرئيس مجلس إدارة شركة ناوي، واحدة من أكبر شركات التسويق العقاري في مصر. ولكن رغم النجاح الكبير لسه بيشتغل كمستشار لشركات كتير. أصحاب شركات كتير بيروحوا له علشان يساعدهم يحلوا مشاكلهم في شغلهم. ولكن أهم درس اتعلمه في حياته كلها درس بسيط جدا، بيقول إن النجاح الحقيقي إنك تدور على الناس الناجحة وتشتغل معاهم، لأن محدش يقدر يعمل كل حاجة لوحده، خصوصا لما البيزنس يكبر، وده كان سر نجاحه. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا إيه رأيكم في حكاية مصطفى البلتاجي.